السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة حلويات نيراس. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا وصفة كيكة فيريرو روشيه، كيكة من 3 طبقات من أسهل وأروع ما يكون. إذا كنتم من محبي هذا النوع من الوصفات تبعوا معايا الفيديو للأخير، ولا كان عجبتكم الوصفة من فضلكم اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الوصفة مع أهلكم وأحبابكم. وإذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة ندعوكم للاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الوصفات الجديدة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو اولا بمقادير الكيكه. نحتاج فيها 2 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، ربع كوب من السكر، كوب من الطحين او الفرينه طحين الكيك العادي، نصف كوب من الزيت النباتي، نصف كوب من الحليب السائل، القليل من الفانيلا، رشه ملح، وكيس من خميره الحلوى او البيكنج باودر يكون بوزن 10 غرام. نبداو الطريقه على بركه الله. اول شيء نحط البيضات، نزيد عليهم رشه ملح، القليل من الفانيلا، نضيف السكر، ونبدا نطلع بالمضرب الكهربائي على اقصى سرعه حتى نشوف الخليط تاعي ولا لونه ابيض والحجم تضاعف كما تلاحظوا هنايا مرتين او 3. نقص الان من سرعه المضرب الكهربائي ونضيف الزيت كما تلاحظوا هنايا بشويه. بنفس الطريقه نضيف الحليب، ولكن ضروري انكم تنقصوا من سرعه المضرب. نحي الان المضرب الكهربائي ونبدا نضيف الطحين او الفرينه. الفرينه رايحه نضيفها على 3 مرات ورايحه ننخلها باش ندخل فيها كميه من الهواء. نضيف الكيس تاع الخميره الكيميائيه وننخل الثلث الاول من الطحين او الفرينه، ونبدا نخلط غير بشويه بحركات دائريه، ونحاول اني ما نخسرش الهواء اللي دخلته في الكيكه باش نتحصل على كيكه اللي تكون مهويه، تكون خفيفه وتكون ايضا طالعه. وتكملوا بنفس الطريقه. نضيف هنايا الثلث الثاني تاع الطحين ونخلط، وتاخذوا وقتكم وتخلطوا غير بشويه برك. كي نكمل الثلث الثالث بنفس الطريقه نجيب القالب تاعي اللي نكون دهنته بالزيت ونفرغ الخليط تاعي. القالب 22 على 22 سنتيمتر، وندخل الكيكه تاعي على فرن ساخن على 180 درجه. نخلي الكيكه تاعي طيب ونبدا نحضر لها السيرو او الشربات اللي يتكون من نصف كوب من السكر، كوب من الماء، وشريحه ليمون. نجيب الكاسرونه تاعي نحط فيها السكر، نزيد الماء ونزيد شريحه الليمون ونروح نحطها على نار متوسطه كي يغلي المزيج. نحسب له 5 دقائق بالضبط، والنار تكون متوسطه ما تكونش قويه بزاف. هنا بعد مرور 5 دقائق رايحه نطفي النار ونخلي السيرو تاعي حتى يبرد تماما. هنايا وبعد مرور 40 دقيقه في الفرن الكيكه تاعي راهي واجده. خدت معايا اللون الذهبي من فوق ومن تحت، وكي تبيكيوها بالكوردون في الوسط تلقاوه ناشف. الان رايح نخليها حتى تبرد تماما. هنايا بعد ما بردت لي الكيكه والسيرو ايضا برد، هذا الشيء كثير ضروري. نبدا نسقي الكيكه تاعي كما تلاحظوا. لو كنت تسقيو الكيكه تاعكم وهي سخونه رايحه تعجن لكم، يعني كاين فرق بين البسبوسه والكيكه. البسبوسه نسقيوها وهي سخونه، اما الكيكه ضروري نستناوها تبرد والسيرو ايضا يبرد باش ما تعجنناش الكيكه تاعنا. لكن لقيتوها ما حبتش تشرب جيبوا ان كوردون بيكيوها بهذه الطريقه وهي يعني راهي تتشرب فاسيلمون. سقيوها واستعملوا كامل الكميه تاع السيرو. وكي نكمل نسقيها كما تلاحظوا هنايا بكامل الكميه رايحه نخليها تتشرب ونروح نحضر الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه نحتاج فيها نصف كوب من بودره الشونتيي او دريم ويب، ربع كوب من الحليب السائل، وعلبتان من الزبادي بذوق الكراميل، كل علبه بوزن 100 غرام. ضروري انه المكونات تاعكم كامل يكونوا باردين. انا حطيتهم لانه درجه الحراره راهي عاليه بزاف اليوم، حطيتهم في المجمد حتى بردوا لي مليح وخرجتهم مباشره بديت نخدم بهم. نجيب الاناء تاعي ونحط كامل المكونات مع بعضهم، يعني لا شونتيي، الحليب، وهذا لا كريم ديسير تاع الكراميل او الزبادي بذوق الكراميل. ورايحه نبدا نطلع بالمضرب الكهربائي على اقصى سرعه
تاخذوا وقتكم تقريبا، تخفقوها لمدة 7 إلى 8 دقائق. راح تلاحظوا انه المزيج تاعكم ولا حجمه اكبر، واللون تاعو ولا ابيض كما تلاحظوا هنايا. شوفوا القوام والحجم كيف تغيروا هنايا امامكم. نجيب الان الكيكه تاعي بعد ما تشربت هذاك السيرو، ونبدا نحط عليها طبقه من الكريمه ونسويها بالملعقه غير بشويه، تروحوا معاها غير بشويه، والطبقه ترجع لكم تحبوا ديروا طبقه سميكه او طبقه اللي تكون رقيقه. انا في الحقيقه ما استعملتش كامل كميه الكريمه لاني هذيك ما بغيتش نعمرها للفوق باش نخلي مكان للطبقه الثالثه. استعملت تقريبا ثلثي الكميه. هنايا بعد ما سويتها كما تلاحظوا بهذه الطريقه، وهذه الكميه اللي تبقات لي من الكريمه، رايحه نجيب الان بلاستيك غذائي ونغلف الكيكه تاعي وندخلها للمجمد تقريبا مده نصف ساعه باش تتمسك لي هذيك الطبقه الفوقانيه، وكي نجي نحط عليها الطبقه الثالثه ما تذوبش وتسهل عليا العمليه. نمر الآن إلى مقادير الطبقة الثالثة. نحتاج فيها 150 غرام من الشوكولا، أنا استعملت هذا الشوكولا بالحليب. نحتاج 9 ملاعق كبيرة من الحليب السائل قيست بهذه الملعقة. ونحتاج نصف كوب من المكسرات أي نوع تحبوه، أنا استعملت الكاوكاو اللي هو الفول السوداني، تقدروا تعوضوه بالبندق أو اللوز، ولكن ضروري أنه المكسرات تاعكم يكونوا محمصين وملحيين، يعني مهمشين بهذه الطريقة، يكونوا خشن شوية ما يكونوش رقاق. نجيب الآن الكاسرونة تاعي اللي حطيت فيها الماء ونحط عليها الإناء اللي رايحة نحط فيه الشوكولا، يعني رايحة نذوب الشوكولا تاعي على حمام مائي. نحط الشوكولا اللي قلت 150 غرام، واللي تقدروا تعوضوها باي نوع نتوما تفضلوه. على قد ما استعملتوا نوعيه مليحه راح تحصلوا على نتيجه مليحه. نضيف عليها الحليب ونروح نحط الكاسرونه تاعي على نار متوسطه مع التحريك المستمر. نبقى نحرك في الشوكولا باش ما تتحرقليش حتى تذوب تماما. نضيف الان المكسرات مباشره ونخلي المزيج تاعي حتى يولي بدرجه حراره الغرفه باش نقدر نحطه على الطبقه الثانيه. لو كان تحطوه مباشره رايحه تذوب لكم لا كريم شونتيي. هنايا بعد مرور نصف ساعه الكيكه تاعي حطيتها في المجمد، راح تلقاو هذيك الكريمه تماسكت، وفي نفس الوقت تلقاو الخليط تاع الطبقه الثالثه راه ولا بدرجه حراره الغرفه. الان رايحه نبدا نمشيه غير بشويه بالمغرفه، وتروحوا معاه غير بشويه برك، وتحاولوا توزعوه على كامل سطح الكيكه، وتكملوا بنفس الطريقه وتمشيوه حتى تغطيو كامل السطح. هنايا بعد ما كملت رايحه نزيد نغطيها ونخليها على الاقل لمده ساعتين في الثلاجه. انا في الحقيقه قدرت نصبر وخليتها ليله كامله، وانتم كل وحده وعلى مقدورها على التحمل والصبر. هنايا في صبيحة الغد وبعد ليلة كاملة من الصبر والمعاناة قدرنا نتذوقوا الكيكة، وكان طعمها ما شاء الله كما تلاحظوا هنايا. الشكل رائع والطعم أروع. نتمنى أنكم تجربوا هذه الكيكة، صدقوني لأنها من أفضل الكيكات اللي عملتها على قناتي. وهذه الكمية راهي لا بأس بها وتكفي تقريبا من 6 إلى 8 أشخاص. نخليكم حباباتي مع هذه المناظر الرائعة من كيكة الفيريرو روشي اللي نتمنى فعلا أنكم تجربوها. حباباتي بليز ما تحرمونيش من اللايكات، من التعليقات الراقية، ومن آرائكم وحتى انتقاداتكم ما تبخلوش بها عليا. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الوصفات القادمين. نخليكم في رعاية الله، ونتلاقاو في فرصة قادمة ووصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.